بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي ياسين البديري اللي صارت حول الضجة الأخيرة نتاع العالم. أنا نقول اللي افتعلوا الضجة هذه واللي سوقوا اللي العالم هذا معناها حاجة معناها دنستها أنا ولا ما عطيتش قيمة. أنا لا بدنستش العالم، ونتحداكم في كما قلت لكم في الكلمة نتاعي في الإنترنت. أنا راني العالم ما دنستوش، وانتم حبيت توصلوا للشعب التونسي اللي انا دنست العالم ولا اللي انا معناها قليت احترام العالم. هذا مش صحيح. وكان الشعب التونسي يوصل له الميساج هذا من هالشرذمه هذه هالصفر الفاصل، انا نقول نعتذر الشعب التونسي من سوء الفهم اللي وصلوه لهم هالكلاب هذا. باهي. وثاني حاجه ايش نقول الاعلام هذا؟ نقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لانه الوالد الله يرحمه كي توفى عن الجمعه اللي فاتت، توفى الله يرحمه، هو متربي مات، ما نعرف باش يموت ربي به ولا باش يموت، لكن الضجه اللي عملتوها هذه والتشويه الكبير اللي عملتوه كان سبب معناها في معناها تفاقم الازمه نتاعو وكذا. انا نقول كان فما امكانيه باش نحاكم هالاعلام هذا الخبيث، الاعلام هذا البنفسجي، اعلام معناها فرنسا، مش معناها مش باش نخلي حتى فرصه باش نحاكموا في حكمه في تونس ولا في الدنيا هذه حتى ولو محكمه اخرى. واذا كان ما فماش امكانيه في المحكمه الكبرى عند ربي عز وجل باش ناخذ حقي والحمد لله. وانا كان ترجعوا من هالتصويره وشوف اذا كان انتم شفتوا اللي انا دورت العالم براية لا اله الا الله، شوف فيها اساءه وتدنيس سبحان الله. انا معناها انا يقول قائل العالم في يدي كلش نحيه نقطع يعني كنتش نحرق كلش نعمل حاجه، انا ما عملتش هذا كله. هذاك العالم كما قلت ماتوا عليه شهداء، مش البصاصه اللي كيفكم انتم اللي كنتوا تمجدوا فيه في عهد بن علي، وكنتوا في رجال تنسيق الشعب كنتوا تحطوا فيه تعبدوا فيه، مش تعبدوا فيه تعبدوا في بن علي. تو يتكلموا على غاضكم واللي بدون هذا الكل شبيه بعد الحادثه نتاعي انا بالضبط كي صارت في الكاترينغ، وذاك الفرنساوي اللي شد نحاه ولمه ما تكلموش عليه خاطر فرنساوي. معناها انت الفرنساوي عندك اهم من انا والبلد التونسي. معناها انا نقول القضاء اذا كان مش يتخذ معناها قانون معي انا برك ومع هذاك لا، انا نقول القضاء هذا معناها سبحان الله معناها يسمى يراجع روحه. لانه اذا كان مشكله مع اشخاص مش مع عالم، تقول انت ما عادش دافع على العالم، انت دافع على اشخاص. العالم انت العالم اذا كان معينا مع برك معناها هو عنده قيمه مع غيري لا، معناها كنت كذاب طلعت مش كنت عالم. ومع هذا كل باش نقعد معناها خوذ هيك خويا جيت سلمت روحي بكل احترام، وعندي انا معناها عندي ثقه في ربي عز وجل. انا ما عملتش حاجه تسيء لبلادي ولا تسيء للوطن نتاعي ولا تسيء لديني. انا جيت وإغاظة فيكم يا علمانيين، وفما حاجة معناها مرحبا بها. أنا راضي بكل شيء ولا بأس بإذن الله.